النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن واحد من العشرة المبشرين بالجنة. هو صحابي جليل وهو كمان خال النبي عليه الصلاة والسلام. هنتكلم عن مين؟ سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن أبي وقاص مالك الزهري القرشي، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو من السابقين الأولين في الإسلام. اتقال إنه التالت واتقال إنه السابع، والله أعلم. وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. هو خال النبي وأحد الستة أصحاب الشورى اللي اختارهم عمر بن الخطاب ليختاروا الخليفة من بعده. هاجر سعد إلى المدينة المنورة وشارك في الغزوات كلها مع النبي، وكان من الرماة الماهرين جدا في الرمي. استعملوا عمر بن الخطاب على الجيوش اللي بعتها لقتال الفرس، فانتصر عليهم في معركة القادسية، وبعد جيش تاني لقتال الفرس بجولاء فهزمهم. وكمان سعد هو اللي فتح مدائن كسرى بالعراق. هو من قادة الفتح الإسلامي الفارس، وهو كان من أول ولاة الكوفة، وهو أقام منشأها بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب سنة 17 هجريا. وعمر جعلوا من الست أصحاب الشورى اللي اختارهم بعد وفاته إن هم يشوفوا مين اللي هيبقى الخليفة من بعده. وكمان قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، عمر بن الخطاب قال إن الرسول قال عنهم: هم الستة الذي توفى النبي وهو راض عنهم. تمام. هنتكلم كمان عن هجرة سعد. هاجر سعد قبل قدوم النبي. فعن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم